ركزوا معي جيداً. في مباراة الجزائر ونيجيريا كان من المفترض أن نشاهد تنافساً كروياً وروحاً رياضية عالية، لكن الواقع كان صادماً تماماً. انظروا إلى هذه اللقطة، لاعبون يتجمهرون حول الحكم، ضغط، صراخ وتهديد. هل هذه كرة قدم حقاً أم فوضى عارمة؟ الحكم يؤدي عمله فحسب، لكنه لم يسلم من الهجوم. تأملوا اللقطة الثانية. الاحتجاج خرج عن السيطرة، غاب احترام القانون، واختفت الروح الرياضية، والهدف الضغط على الحكم لعله يتراجع. هذا ما نسميه غياب الأخلاق الرياضية. توقفوا هنا وانظروا جيدا. الجمهور الذي يفترض أن يكون الرقم الصعب في التشجيع الحضاري، لكن ماذا حدث؟ محاولات اقتحام للملعب، فوضى وصراخ. هل يسعون للعب بدلا من اللاعبين؟ هذا مشهد يندى له الجبين. انظروا إلى هذه اللحظة الخطيرة، تدخل أمني وارتباك واسع، والسبب جمهور لا يعترف بالحدود. كرة القدم متعة بصرية وليست ساحة معركة. أما خارج أسوار الملعب فالمشهد كان أكثر قتامة، اشتباكات مع مشجعين مغاربة، سب وشتم واستفزاز. لماذا؟ هل خاض المغاربة المباراة أم هل هم من أصدروا القرارات التحكيمية؟ إنه انفلات سلوكي صارخ. والآن انتبهوا لهذه النقطة بالغة الخطورة: اعتداءات من صحفيين ضد زملائهم المغاربة. الصحفي يفترض أن يكون قدوة وناقلا للحقيقة، لا صانعا للفوضى. عندما نصل إلى هذا المستوى فالمشكلة أعمق مما نتخيل. الخلاصة: لا صلة لما رأيناه بكرة القدم، هو غياب تام للروح الرياضية وانعدام للاحترام داخل الميدان وخارجه. الرياضة وجدت لتجمع الشعوب، لكن بهذه العقلية تتحول إلى فضيحة أمام العالم. بصراحة الفيديوهات تتحدث عن نفسها ولا تحتاج إلى تفسير. والسؤال لكم الآن: هل هذا هو التشجيع الذي نريده أم أنها مجرد فوضى؟